السلام عليكم، صبحكم الله بالخير أو مساكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله غدانا راح يكون مطبق سمك مع الخضار. هذا الخضار اللي هي شبنت وكزبرة والبصل والثوم، وهذا الكشمش منقوع، وهاي الكاجو. طبعا هذا الرز منقوع مع الماش يسلق ويصفى. الآن إن شاء الله نثرم الخضار. هذا السمك لازم إحنا ننقعه بمية زعفران والعصير الحامض وكمون وكركم وهيل ودارسين. وهاي حمصنا ثرمنا الخضار، حمصنا السمك، حمصنا الكاجو، حمصنا الكشمش. لابد من أن نحمص هذه الأمور كلها، نطبخها. الخضار على جهة، هذا البصل الأخضر ثرمته وحمصته وضفت عليه الكزبرة، ثرمته وضفتها عليه. بعد ما حمستها شوية معاه ضفت الشبند ثم الثوم. هاي أشياءنا صارت جاهزة. الرز منقوع ومغسول ومسلوق ومصفى. وهذا القدر صفينا بيه البطاطا، فوق البطاطا شوية من الخضار المحموسة، فوقها الملح وفلفل فوق الرز. والآن فوق الطبق قطعة السمك. ها قطعة السمك رشيت عليها نوم بصرة وهيل، وعليها أصف عليها الخضرة المحموسة كلتها فوق السمك. كل هذه الخضرة اللي حمسناها ثرمناها وحمسناها. بعدين أيضا الكشمش اللي محمص غسلته ونقعته وصفيته وحمسته. وأيضا قطع الكاجو، حبات الكاجو حمستها. الآن راح أخلي عليه باقي الرز أكيد إحنا غاسليه وسالقيه ومصفينه. كله راح أخليه فوق فوق السمك. وأصف عليه أيضا قطع مالت البطاطا، شوية بقت عندي أصفها على الوجه، إذا ما موجود مو مشكلة. الآن هذا كل باقي الرز راح أخليه فوقه حتى أغطي السمك والخضار جيد، وأغطي الجدر بالخاولي والغطا مالته، وأخليه يتهدر فد 10 دقايق. ورا ال10 دقايق راح أفرقع للجدر للتمن. هذا دهن حار ويا شوية زيت إلى أن يبدي يطلع دخان، أفرقعه للروز. أكيد إحنا العراقيين لازم نفرقع للتمن. هاي فرقعنا له. أيضا أغطيه بالخاولي والغطا مالت الجدر وأتركه فد 4 5 دقايق. وهذه سفرتنا الحمد لله صارت جاهزة. طلعته لأن أنا حاطة ورق الزبدة فسهل أشيله من القدر وأخليه. وها زينته بحبات التمر، قطعة طماطة وشرائح الليمون. البصل الأخضر والخس جاهز عندنا، وهاي زلاطتنا أيضا جاهزة الحمد لله. طبق جدا لذيذ. لاحظوا السمك المدفون داخل الرز تحت الخضار. أهم شي واحد يزيد النوم بصرة المطحونة، أنا كلش يعني أشوفها لذيذة. قطعة السمك إذا عليها الهيل ودارسين ونوم بصرة مطحونة، وفوقها الخضار بالتهدير يطلع طعمه كلش طيب. الآن هذه لازم إحنا نعصر عليها ليمون. هذا الليمون فوق السمك والخضار منه طعم لذيذ، ومن الليمون يقتل الدهون، يعني باعتبار كله مقلي ومحموس. بس طبق جدا لذيذ. أكيد مستحب إحنا ناكل يوم الأربعاء سمك، وإذا أسمكتم فأتمروا. يعني زي أنت بحبات التمر لابد من واحد يعني بعد أكلة سمك ياكل التمر. من مستحبات أكل السمك إنه واحد ياكل معه وراه تمر. وهذه لاحظوا قطع السمك، هذا سمك سلمون أني مسويته. وهذه سفرتنا لليوم. ألف عافية، إن شاء الله تجربوا يا رب.